السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل اكله من اكلات الزمن الجميل، اكلات امهاتنا البسيطه والموفره واللي مش هتكلفنا كتير نظرا لارتفاع الاسعار اللي احنا فيه ده. وطبعا الوصفه دي اتعملت قبل كده بكذا طريقه وناس كتير عملتها بطرق مختلفه. النهارده هعملها لكم بطريقتي، ان شاء الله تعجبكم. نبدا ونسمي الله. بس يا ريت لو اول مره بتشوفوا قناتي ندعم الفيديو بلايك والاشتراك في القناه. حلة على النار هننزل فيها 3 معالق كبار من الزيت ومعلقة كبيرة من السمنة. هنسيبهم يسخنوا كويس وبعدين هننزل عليهم بصلاية تكون كبيرة متقطعة صغير، ونقلب في البصلة شوية لغاية ما تدبل معانا. وهننزل عليها نص كيلو من عصير الطماطم المتصفي، وهنزود عليهم التوابل. هضيف معلقة صغيرة من الملح، نص معلقة صغيرة فلفل اسود، ربع معلقة صغيرة من الشطة، والشطة هنا بتكون اختياري ممكن تستغنى عنها. وبعدين هنغطيها ونسيبها تتسبك نص تسبيكة. هنحتاج نص كيلو من الكوسة، بنقطع الجزء اللي فوق واللي تحت بالسكينة وبننضفها كويس جدا بالمقوار من بره، وبعد كده بنغسلها كويس قوي وبنبدأ ان احنا نقطعها لشرايح تكون سميكة شوية زي ما انتم شايفين كده. وبناخد الكوسة بننزلها في التقلية بعد ما اتسبكت معانا نص تسبيكة. هنقلب الكوسة في التقلية وبعدين هنغطي عليها ونوطي عليها النار ونسيبها لغاية ما تتسبك، وكمان تكون الكوسة استوت معانا شوية. شايفين بقى شكل الكوسة؟ سبتها 5 دقايق وكانت استوت معايا نص سوا، والنص التاني هتكمله في الرز، وكمان التقلية كانت اتسبكت كويس. نشوف بقى الخطوة اللي بعد كده. هتجيبي اي صينية عندك حابة تعملي فيها الرز بتاعك، هتحطي فيها نص كيلو من الرز المصري مغسول ومتصفي كويس جدا. هتنزلي عليها الكوسة بالتسبيكة وبعدين هنقلبهم كويس مع بعض ونزودهم مية. هنضيف مية لغاية ما نغطي الرز بالكوسة، مية تكون مغلية. وبندوق الرز بنشوف الحدق بتاعه، لو حسينا ان هو محتاج ملح ممكن نزوده شوية. وشايفين المية مغطية الرز ازاي؟ دلوقتي بقى هناخد الصينية بتاعتنا وندخلها الفرن. بندخلها فرن يكون ساخن كويس جدا على درجة حرارة 200، والنار من فوق بتكون شغالة علشان الرز ياخد لون من فوق. وبعد كده بنسيب الرز لغاية ما يشرب كل كمية المية وبعدين بنخرجه من الفرن. وده كده شكل الرز بعد ما خرجته من الفرن. هقولك على حاجة بالنسبة للتسوية، هتجيبي طرف المعلقة وتخرجي شوية من الرز وتدوقيه. لو الرز مستوي معاكي كويس هتدخليه الفرن تاني لمدة 5 دقايق على نار تكون هادية علشان يتشمع معاكي كويس. ولو الرز جامد شوية في التسوية بتاعته ممكن تزوديه معلقة او 2 من المية، وبعدين هنرجعه الفرن تاني لمدة كده 10 دقايق او ربع ساعة يكمل التسوية بتاعته. ودلوقتي الرز استوى كويس جدا. دلوقتي بقى هطلع لكم منه علشان تشوفوا شكله من جوه عامل ازاي والتسويه بتاعه الرز والكوسه. وطبعا باين عليه قد ايه الرز مفلفل ومستوي كويس جدا، والكوسه واخده تسويه مظبوطه جدا. انسى اي طريقه عملتيها قبل كده للرز بكوسه وجربي الطريقه دي، متاكده ان هي تعجبكم بجد، حلوه قوي. والرز ده بيتقدم مع سلطه خضراء وبطاطس محمره وبيض مسلوق، غدا سهل وسريع وغير مكلف. ولو حبيتي تعمليه لوحده بجد طعمه حلو قوي، مش محتاج معاه اي حاجة. ولو حبيتوا وصفة النهاردة وحابين ان احنا نعمل وصفات تكون بسيطة وغير مكلفة، ياريت تقولولي وان شاء الله مع بعض نعمل وصفات تكون حلوة. ومستنياكوا تجربوا الوصفة دي ان شاء الله تعجبكم. وبس كده نكون خلصنا فيديو النهاردة. اتمنى ان الفيديو يكون نال اعجابكم واستفدتوا منه، وياريت لو الفيديو عجبكم ندعم الفيديو بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على كلمة الكل علشان يوصل لكم اشعارات بكل وصفاتي الجديدة.